السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم. بس النهارده بقى مش روتين، النهارده بقى هشارك معاكم وهجهز بقى شنطة السفر. خلاص بقى مسافرة. وهوريكم كده في اول الفيديو كده شوية مشتريات كده كنت جايباها. هفرجكم عليها يعني وكده. بصوا بقى، انا رايحة مصيف وجبت بقى حاجات كده يعني كنت محتاجاها يعني قبل ما اروح المصيف. اول حاجة كده جبت المايو دوت اللي انتوا شفتوه الاول ده بتاع ادم. لونه اسود كده وعليه كده شكل كرتون كده حلو. وكمان جبت مايو لسجدة عليه كده إلسا. هي بتحب إلسا قوي وشكله اصلا كده عجبني، وحبيت ان انا اجيبه انا اجيبه لها كده بنص كم. عشان يعني بقى ما دراعها كله يعني ما يتحرقش كده من الشمس وما يوجعهاش يعني وكده. تمام. جبت لها بقى المايو دوت، وكمان جبت لها بقى جزمه كده. هي عندها كوتشي بس حبيت ان انا اجيب جزمه تبقى خفيفه كده في رجليها وخفيفه في اللبس كده وسريعه يعني. فجبت لها بقى الباليرينا ديت اللي لونها ابيض، وكمان جبت لها بقى شبشب بقى كده عشان تمشي بيه على البحر. وكمان جبت لها بقى النضاره، كانت عايزه نضاره اللي هي تنزل بيها الميه، وكمان مسدسات الميه. جبت لها هي واحد وادم واحد. كده بقى حاجتهم بقى كده خلاص خلصت. جبت بقى لجوزي، جبت له بقى التيشيرت دوت. جبت له تيشيرتين، الواحد لونه اصفر كده والتاني كده لونه ابيض وفي كده كلام كده من فوق. عجبتني يعني عجبني يعني القماشه بتاعتهم. فعجبوني يعني. جبت له بقى الاتنين كده يغير فيهم. بس كده بقى. وجبت تاني كده خلاص بقى هطبقهم. هوريكم بقى بقيه الحاجه اللي انا جبتها. جبت كمان البورنيطه دي لسجده. هي عندها كيب عادي بس انا حبيت اجيب لها البورنيطه دي يعني تحميها شويه كده من الشمس وكده. كمان جبت بقى ليا انا كمان البورنيطه ديت، جبتها بقى كبيره كده على قدي. وكمان سجده عماله تقولي وريهم الكوره وريهم الكوره. هي الكوره دي عندهم عادي يعني لسه مش جايباها، بس عماله تقولي وريهم الكوره عشان هناخدها معانا وكده. فمرضتش ازعلها. بس بقى هي دي الحاجات اللي انا جبتها. قلت اوريها لكم واشاركها معاكم. هبدأ بقى اجهز بقى الشنطة بتاعة السفر. جبتها بقى كده وحطيت بقى كده كل حاجة قدامي قبل ما اعمل اي حاجة. حطيت كل حاجة اللي انا هاخدها حطيتها جنبي على السرير، وهبدأ ارصها. مش ان انا بقى اقعد الف حوالين نفسي واقول لا في حاجة ناقصاني، في حاجة هخش اجيبها من الدولاب، هخش اجيبها من الدرج، مش عارفه ايه. لا، حبيت احط كل حاجة كده جنبي. حاجات جوزي كده كلها على بعضها، وحاجات سجدة البعض على بعضها، وحاجات ادم برضو على بعضها، وحاجاتي كده كلها لوحدها. وهبدأ بقى ارص كده كل واحد حاجته يعني جنب بعضها. كده كده انا هروح هناك بقى لو حبيت يعني ان انا افضي الشنطة ولا حاجة وانقي يعني براحتي اللي انا عايزاه. تمام. بصي بقى، انا دلوقتي هرص بقى حاجات جوزي كده من تحت. انا حبيت اعملها رول كده عشان يعني قلت عشان ما ياخدوش مكان، بس برضو خدوا مكان يعني. قلت اعمل كده عشان ما ياخدوش مكان معايا. اعملها رول. بس بعد كده بقى هبدأ ارص باقي الهدوم عادي. تمام. بصي بقى، حاولي لما تيجي تروحي مصيف يعني شوفي انتي ايه اللي ناقصك قبل ما تجهزي الشنطة او قبل المصيف مثلا بيوم ولا يومين، وشوفي ايه الحاجات اللي هي انتي محتاجاها. انزلي هاتيها وجهزيها قبلها، عشان قبلها بيوم بقى اليوم السفر دوت بيبقى خلاص بقى دماغك بتبقى مشغولة بكذا حاجة. فانت توفري بقى حاجة كده على نفسك وتجيبي بقى الحاجات اللي هي ناقصاكي يعني وكده. فانا نزلت قبلها بيوم. هي جت اصلا الموضوع جه مفاجأة يعني ما كنتش عارفة. عرفت قبلها بيومين كده. فنزلت بقى قلت انزل اجهز اشوف يعني الحاجة اللي ناقصاني اللي انا محتاجاها وعايزاها. انزل اجيبها يعني من بره وكده. وابدا بقى احطها جنبي كده عشان اشوف الحاجه اللي انا ارصها. تمام. انا بقى هبدا ارص بقى الحاجه بتاعه ادم. الطقم برضو بتاعتي كلها على بعضها، والبنطلون الجينز والشريطه. طبعا انتوا عارفين بقى يبقى عايزين كذا غيار. عايزين يعني نغير يعني كذا غيار. ينزل المايه كده عايزه غيار تاني. لو مثلا برضو الهدوم بتاعته اللي هي بتاعه الخروج اتوسخت ولا حاجه، يبقى معايا غيار يعني زياده. فانا بحب يعني لما باجي اسافر وكده بحب اخد معايا الغيارات بزياده. كده كده الشنطه يعني هي تبقى شنطه فاعملها كلها بالمره. الحاجه اللي انا محتاجاها يعني.
كده كده هتبقى شيلة يعني اقصد. فاما اشوف الحاجة اللي انا محتاجاها عشان ما اجيش مثلا برا اقول يا ريتني كنت جبت كذا او كنت جبت يعني كذا. ماشي كده خلاص انا حطيت الحاجات بتاعت ايه. هبدأ بقى احط الحاجات بتاعة السجدة من فوق. يعني انتوا لو تلاحظوا انا عمالة احط الحاجة بالتدريج، حاجات جزء الاول تحت وبعدين ادم وبعدين بقى سجدة. ارص لها بقى الحاجة بتاعتها والحاجة اللي انا عايزة اخدها الفساتين وكده على جنب. لو حبيت اغير لها يعني ولا حاجة احطهم برضو فوق بعض كده، بس هرصهم يعني احطها كده بالنص عشان ما يكرمشوش يعني معايا. وهبدأ بقى احط برضو باقي الحاجة اللي انا عايزة اخدها كل شوية. يعني انا بفصل الكاميرا معاكم واشوف الشنطة هتقفل معايا ولا لا. آه، يعني لو لقيتها خلاص اكتفت كده ومش هينفع احط لها حاجة تاني، اقفلها بقى على كده. فالاقيها لسه يعني ما لسه مفتوحة معايا ولسه ممكن احط لها حاجات كمان. بكمل بقى عليها. بصوا بقى انا برضو كان السجدة كان عندها المايو الاحمر اللي انا وريتهولكم في الاول اللي هو البيكيني. بس بصراحة قلت بقى هي يعني اتغير فيهم الاتنين. يعني مثلا عن قرب مثلا لما الشمس خلاص بقى كده تمشي شوية وكده اغير لها وحبت مثلا تنزل تاني البسها اللي هو البيكيني واللي بنص اللي انا جايباه جديد البسه لها من الصبح. وكمان في واحد تاني عندي كده سلوبيتا صغرت عليها يعني خالص، فهي عامله زي المايو برضو، يبقى واخداها معايا برضو كغيار. انتوا عارفين العيال بقى تبقى بتحب يعني تغير كتير. بصوا انا كذا مره اقفلها واشوف لو انا محتاجه، لو هي يعني تنفع ان انا احط فيها حاجه تاني بفتحها واكمل عليها وكده. تمام كده خلاص انا بقى خلصت الشنطه وقفلتها وسبتها بقى على جنب. هبدا بقى اجيب الشنطه دي اللي انا احطها على كتفي. هلبسها يعني وكده. فهشوف بقى الحاجات اللي انا محتاجاها اجيبها فيها. جبت بقى البرطمان بتاع السجده الاكسسوارات حبيت بقى اتغير اكسسوارات تلبس كده اي حاجه، غويشه، خاتم. وكمان جبت الكريم بتاعي وجبت كمان العود الملكي المخمريه. وكمان بقى جبت البخاخه بتاعتي برضو اللي هي بتاعت البخاخه بتاعت الشعر. احطها برضو، دي بخاخة يعني انا بستعملها. وكمان الكريم بتاع سجدة وادم اللي بحطه في شعرهم. وكمان جبت مرطب الشفايف. بصوا يعني انا واقفه كده جنب التسريحه والحاجات اللي انا شايفاها هحتاجها بحطها على طول. وكمان علبه مناديل. وهطلع بقى التوك اللي انا محتاجاها لسجدة. هطلعها كلها برضو. هجيب شنطة كده صغيرة. وهبدأ بقى احط كل التوك اللي انا عايزاها محتاجاها لسجدة يعني البسها لها وكده اغير لها فيها. تمام. بس بقى هشوف كده كل التوك اللي انا عايزاها احطها لها. انا تقريبا يعني اخدت كل التوك بتاعتها. التوك يعني اللي انا شايفاها حلوة يعني اللي انا كنت لسه جايباها لها على العيد وكده، اللي هي مش قديمة قوي. يعني البسها لها كده واغير لها فيها هناك. والتوك برضو الصغيرة اللي انتوا عارفينها دي اللي احنا دايما بنحتاجها بقى في تسريح الشعر الاطفال يعني وكده. وهبدأ بقى اشوف كده كل حاجة. كمان حاطه لها المونيكير وكل حاجة يعني احتاجها هناك يعني وكده. حاطه لها بقى كده كله في شنطة. وشفت كمان المشط كمان اللي انا هحتاجه اخده معايا عشان اسرح لها شعرها. هاخده برضو معايا احطه في الشنطة معايا. وكمان المشط اللي هو الرفيع اللي انا بعمل لها بيه الفرق بتاع الشعر وكده. كل مدى يعني بصوا انا بدور بشوف الحاجة اللي هي ممكن البسها لها هناك يعني فبحطها في الشنطة. تمام. قلت عشان بس ما انساش حاجة وما اجيش اقول يا ريتني كنت جبت كذا او جبت كذا. لا، بحط كل حاجة انا محتاجاها اللي انا عارفة يعني انا ممكن احتاجها يعني هناك وكده. بس كده خلاص حطيتهم كده كلهم في الشنطة. واحطهم بقى في الشنطة اللي انا هاخدها في دي الشنطة اللي هتبقى في معايا انا يعني، غير الشنطة التانية اللي هنبقى ماسكينها في ايدينا وكده. تمام. بصوا بقى انا نسيت اوريكم اللبس اللي انا كمان جبته. جبت كمان ليا لبس بقى جديد. بصوا الدرس شكله حلو قوي. عجبني اوي. ده اللي طالع موضة السنة دي يعني لما لفيت وكده. لقيت ده اللي طالع موضة. بصراحة انا كنت رايحة اجيب واحد تاني خالص يعني كنت نفسي اجيب واحد تاني شكل تاني. بس لقيت لما قست تاني اللي انا عايزاه حسيت شكله مش حلو عليا. حتى مامتي كانت معايا قالت لي لا شكله مش حلو عليكي. فاختارت لي قالت لي بصي طيب شوفي هيبقى عامل ايه عليكي. قسته بقى بجد لقيته حلو قوي. وكمان لما لبسته بقى رجعت لبسته وكده لقيته حسيت ان هو مريح كده في اللبس. طري كده وخفيف. وشكله كمان شيك. هو بص هو نظامه اللي هو مكشكش كده من عند الصدر كده من فوق. ويبقى نازل على واسع يعني اللي هو مش يتجسم كده يبقى ضيق كده على الجسم قوي ويبقى ماسك
في الجسم، لا ده نظام اللي هو جه نازل كده على واسع. ده الموضة دي طالعة من السنة اللي فاتت، اللي هو نظام الدريسات اللي هي تبقى نازلة كده على واسع. بس الشكل دوت انا لسه شايفاه السنة دي يعني منتشر قوي، كل ما اروح محل بلاقيه، وفي منه كل الالوان، في الاحمر وفي الزيتي، في الاخضر، في كله منه الالوان. بس اللون ده هو اللي يعني اللي شدني شوية. وكمان كان موجود على المانيكان من برا، فدايما كده بيحطوا اللي هو اللي على المانيكان العرض، الحاجة اللي هي الحلوة، احلى حاجة يعني بتلاقيها في الالوان وكده. بصوا نظام الكم بتاعه اللي هو النظام اللي من عند الكوع للايد كده، اللي هو النظام اللي هو المنفوخ دوت. جبت عليه بقى الطرحة اللي هي البيج ديت. وكمان جبت عليه بقى الصندل دوت، لونه برضو اوف وايت، لونه حلو قوي كده. وقلت يعني يليق على كذا حاجة يعني، مش على ده بس، هيليق معايا على كذا لبس يعني انا عايزاه وكده. بس كده. والدرس برضو فيه سلسلة من قدام زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى حبيت اوريكم بقى ان انا هبقى هلبس ايه يعني هناك. بصوا كده الدرس مع الطرحة مع الصندل مع الطاقية ديت. لا حاساها لايقة قوي على الدرس، فيها الوان كده الاورانج والسمني والوايت يعني مع الطرحة وكده. وكمان جبت الشنطة دي بقى اللي انا هلبسها بقى، هحط فيها بقى البوك يعني بتاع المحفظة، وكمان الفلوس والموبايل والشاحن وكده، الحاجات اللي هي خاصة قوي بيا. احطها بقى في الشنطة دي عشان تبقى معايا على طول، دي مش هسيبها خالص يعني، هتبقى دايما كده ملازماني، غير بقى الهدوم التانية الشنط التانية يعني اللي فيها الهدوم يعني نحطها على جنب وكده. تمام. بصوا ده شكلها. بصي هي سوستين كده، 3 سوست كده من جوه، والسوسته اللي خارجيه اللي هي اللي من بره ديت. برضو حبيت ان انا اجيبها اللون دوت اللي هي تليق معايا برضو مع كذا حاجه، كانت لايقه برضو على اللبس اللي انا كنت لابساه، وكان شكلها حلو قوي. واللبس اساسا نفسه مريح وطري كده وخفيف. لا حبيت بجد الدرس كده في لبسه عجبني يعني، مع ان انا كنت جايباه مش حاطاه في دماغي قوي، ان انا كنت رايحه على اساس ان واحد تاني خالص، بس عجبني قوي شكله. ده بس بقى الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله بقى استنوني في فيديو جديد. مع السلامه.